حتى في حفل تأبين غيابه عن الدنيا كان حاضرا بقوة. أراد أن يودع الحياة بانتصار أخير يبقى عالقا في عقول وقلوب محبيه الكثر حول العالم، حين حول محمد علي مراسم جنازته إلى منصة عالمية للدفاع عن الإسلام والقيم والقضايا العادلة التي ناضل طويلا من أجلها داخل وخارج حلبات الملاكمة. بل إن التغطية الإعلامية غير المسبوقة للجنازة التي حرص أن تقام وفق الشعائر الإسلامية نقلت الحديث عن الإسلام والمسلمين من مربع السياسة والعنف والإرهاب إلى مربع الإنسانية الرحبة والمثل العليا والتسامح، وعن دور الدين في تغيير حياة الناس نحو الأفضل. حتى قناة فوكس نيوز المحسوبة على اليمين الأمريكي والمشهورة بتغطياتها السلبية لقضايا الإسلام والمسلمين أجبرت على بث آيات القرآن الكريم: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. فيما تضمنت كلمات المتحدثين في وداع رياضي القرن هجوما على متصدري خطاب الكراهية والتعصب ضد المسلمين في أمريكا، وكأن محمد علي أراد من خلالهم توجيه ضربة قاضية لكل الممتطين لموجة الإسلاموفوبيا. نقف اليوم متضامنين مع المسلمين في هذا البلد ومع كل المسلمين حول العالم. لن نتسامح مع السياسيين الذين يهينون ويلومون المسلمين بسبب قلة من الناس. وفي الوداع الذي لم يحلم به ربما كثير من الرؤساء والزعماء، حرص محمد علي من خلال رفيقة دربه إلى إيصال رسائل لكل الشباب الذين يحلمون بأن يسيروا على خطاه. أراد محمد علي من الشباب على اختلاف أصولهم وجنسياتهم أن يروا في حياته دليلا على أن المحنة تجعل الإنسان أقوى، وأنها ينبغي ألا تسلبنا القدرة على تحقيق أحلامنا. حتى القضية الفلسطينية كانت حاضرة في وداعه، حيث دعا عدد من المتحدثين إلى الانتصار للفلسطينيين، لأن الوقت قد حان لمنحهم حقوقهم ككل البشر. لم ينس إذن محمد علي القضية التي انحاز لها في حياته، فكأنه سعى لكي يناصرها حتى في مماته، وهو الذي زار مخيمات الشتات الفلسطيني في لبنان منتصف سبعينيات القرن الماضي، وسبق أن أعلن في مؤتمر صحفي عقده بعد اعتزاله الملاكمة عن دعمه الكامل للفلسطينيين في نضالهم من أجل تحرير وطنهم وطرد الغزاة الصهاينة كما كان يسميهم. هكذا هي الصورة التي أرادها محمد علي أن يذكرها الناس عنه بعد وفاته: بطل أسطوري كان على الدوام قريبا من البسطاء والمهمشين، بطل عرف كيف يحول نقمته على التمييز العنصري والظلم إلى قوة دافعة لنصرة المظلومين في كل مكان. رحل محمد علي، لكن العالم سيبقى يذكر على الدوام ذلك الرياضي المسلم الذي استطاع أن يحجز مكانا ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا في العصر الحديث.